لوم على اي حد تاني. انا كده بعمل اللي عليا وانا معرفش بقى انا بعمل كده ليه وحش. الحل البسيط اللي احنا لازم نبدأ بيه من النهاردة، كل يوم خلي في جدولك مذاكرة لمدة ساعة ونص متواصلة. انا ما بقولكش ان انت تقعد تحل وتذاكر الحاجات الصعبة يا سيدي، اقعد حل ساعة ونص حاجات تافهة. عارف بقى ان ممكن توصل لايه؟ لأتفه من التفاهة. يعني انت في يير 5 اقعد حل في حاجات يير 3، والله هتلاقي نفسك بتلخبط في حاجات يير 3. متخيل؟ وانت مش هتبقى مصدق. فكل يوم لو انت بتذاكر نص ساعة زودها اليوم اللي بعده ساعة الا ربع، زودها كل يوم ربع ساعة زيادة. هتوصل لآخر السنة أو لنص السنة هتكون معدي الساعة ونص. تركيز، مبقولكش اقعد حل الصعب، تركيز يعني متواصل. امسك المادة، أنا قاعد مشغل دماغي ساعة ونص متواصل. زي ما قلت مش لازم تكون كلها حاجات صعبة، بس أنا بشغل دماغي، أعلمها إنها تفضل قاعدة مركزة المدة دي. الامتحانات مش بتقيس بس الفهم، انتوا بتفهموا والحمد لله، هي بتقيس قدرتك على التركيز والتحمل. وليه بنقيس ده في الامتحانات؟ عشان حضرتك لما هتكبر وهتشتغل ده مهم جدا. انت ما بتشتغلش نص ساعة وتاخد بريك، احنا بنقعد شغالين 8 ساعات متواصلة. هل انت ال8 ساعات المتواصلة دي هتعرف تقعد مركز في شغلك؟ لو لأ، اعرف ان انت مش هتلاقي شغل. فابدأ من النهاردة درب نفسك زي اي رياضي. كلكم بتلعبوا حاجات كتير قوي رياضية. هل انت ما بتروحش التمرين ولا بتقعد تجهز نفسك كده كمان وتتمرن بزيادة قبل البطولة؟ ما تنساش يوم الامتحان وتقول ان انا دماغي لازم اقعد اخليها تركز. عقلنا لازم ندربه زي اي عضلة في جسمنا. لو عملنا كده صدقوني التركيز هيزيد. وشكرا ليكم. وانا حبيت ابعت حلقة خاصة للناس اللي عندها امتحانات قريب الاسبوع الجاي، وتلحق من دلوقتي تبدأ تركز. احنا لسه في اول السنة، وابدأ درب نفسك انك تزود تركيزك، مش تزود الحاجات الصعبة اللي انت بتحلها. ميرسي ليكم، واتمنى ان يكون الفيديو ده ساعد ناس كتير في امتحاناتها.